وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سيرة من نور. قبل أن نبدأ في استكمال قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري ومقارنتها بسيرته العطرة، لدي مداخلة حول ما يتعلق بمنكرات الأفراح. وبالأمس وأنا أقلب في بعض الصفحات في التيك توك في مجتمعنا الإريتري، رأيت حقيقة ما يحزن القلب ويكدر الخاطر، وهو حفلات الأعراس المختلطة التي فيها إخواننا وأخواتنا من المسلمين يرقصون ويتضاحكون، النساء يعني بلا حجاب وبلا ستر، بكامل زينتهن يرقصن مع الرجال، والرجال بعضهم بأعمامهم وبعضهم بلباسهم وزيهم الذي يدل على إسلامهم، يعني يرقصون ويتضحكون مع النساء. والبعض الآخر يعني يقومون بالرقص دون اختلاط، النساء بمفردهن والرجال بمفردهم. ولكن المحزن هو حصول الاختلاط وحصول التصوير وتنزيله في تيك توك دون خوف أو خجل من الله عز وجل. وهذا الأمر يعني يبشر بسوء ولا يبشر بخير، وكثير من الناس يتهاون في هذه المعاصي التي تجر معاصي أخرى، فيحصل بذلك والعياذ بالله نزول غضب الله عز وجل. وإذا نزل غضب الله سبحانه وتعالى فإنه يعم الصالح وغير الصالح. فهذه المنكرات العلماء والمشايخ والدعاة وطلبة العلم حذروا منها كثيرا، وكانت قديما يعني بشكل أخبث وبشكل أشنع من هذا، وخففت الحمد لله وتخففت بسبب التذكير. واليوم أيضا يعني كأنها عادت مرة أخرى. والذي أتعجب منه أن شعبنا الإريتري شعب يمر بظروف صعبة، يمر بظروف مادية صعبة، يمر بظروف سياسية صعبة، يمر بظروف عسكرية صعبة، يمر في أجواء بلاده بين سجن العلماء وبين قتل العلماء وبين التضييق على الشعب في نظام مجرم تسلط عليهم بما كسبت أيديهم. هذا هو. كلما قلنا إن الذي يحدث في إريتريا من التضييق علينا هو بما كسبت أيدينا، والدليل هذه المنكرات. اليوم شعبنا الإريتري لا يحتاج أن نقرأ عليه القرآن ونسرد عليه الأحاديث في بيان حرمة هذا الموضوع، فكل واحد يعرف أن هذا حرام. نساء يعني كاسيات عاريات في منتهى الزينة مع رجال يرقصن بحجة أن هذا عرس، هذا حرام 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 لا يجوز، فيه معصية لله تبارك وتعالى. ثم أيضا الشعب الإريتري معظمه يعاني من الفقر، فإنفاق مثل هذه الأموال على مثل هذه الأمور فيه منكر. فإذا قال قائل هناك من هو مقتدر يستطيع، نعم لا حرج، المقتدر لا حرج أن يقيم حفلات تليق به، ولكن لا يعصي الله عز وجل، لا يضيف معه منكرات، فنتقي الله سبحانه وتعالى. العذاب إذا جاء ينزل على الجميع وعلى الدعاة والمشايخ والعقلاء الشماغلة كبار السن. أين أنتم أيتها الأمهات؟ حتى الأمهات يرقصن يعني وهن يلبسن المقنعة، ما يسمونه المقنعة،
مع الرجال، هذا منكر. يا نساء، يا أمهاتنا، يا كبار السن، والله عيب. حتى إذا ما خفنا من الله في شيء اسمه حياء. عيب والله أن ترقص المرأة الكبيرة المسنة في وسط رجال. عيب، عيب. لذلك نقول اتقوا الله يا معاشر الإريتريين حتى لا ينزل علينا العقاب. قال الله سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فكل هذه النصوص وغيرها يعني تؤكد لنا حرمة هذا الموضوع، فلنتق الله. اليوم نحن بحاجة إلى أن نتضرع إلى الله، إلى أن نستغفر الله حتى لا يبتلى ببلدنا. هناك يعني طبول يعني الحرب تدق قريبا بين إريتريا وبين جارتنا أثيوبيا. ربما تقوم حرب ضروس تأكل الأخضر واليابس. هل يسركم هذا؟ هذه الحروب هي عقوبة من الله بسبب ذنوبنا ومعاصينا. يعني إذا نظرنا إليها شرعا فما وقع عقاب إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فأين موقف المفتي؟ أين موقف وزارة الشؤون الإسلامية من هذه الحفلات في داخل إريتريا أو في خارجها؟ ينبغي لنا أن ننكر، ينبغي لنا ويجب علينا أن نحذر الناس من هذه المنكرات. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. بارك الله فيكم. طيب، بعد هذا التنبيه ندخل في درسنا. اليوم درسنا عظيم، هو ما يتعلق في كتاب العلم، باب ما جاء في العلم، وفيه حديث ضمام بن ثعلبة، حديث عظيم. ربما اليوم فقط نقرأ الروايات لكثرتها ولما فيها من فوائد جمة. أنت تعيش جو جميل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. جو النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد والصحابة من حوله، ويدخل عليهم رجل. هذا الرجل ليس من أهل المدينة، ثائر الرأس، ويدخل هذا الرجل بجمله المسجد. وطبعا المسجد النبوي الشريف كانت مساحته 70 ذراعا شرقا وغربا، و60 ذراعا شمالا وجنوبا، وكان لم يكن مفروشا، وإنما كان عليه الحصباء. وكان ارتفاع جداره من 3 إلى 5 أذرع، يعني حوالي 2.5 متر. وكان مسقوف المسجد النبوي الشريف في بعض أجزائه من جهة القبلة التي هي جنوبا المسجد الحرام. وهذا الرجل جاء في الفترات الأخيرة في السنة 8 أو 9 تقريبا. فكان المسجد النبوي مسقوف من الجهة الجنوبية، ومسقوف أيضا من الجهة الشمالية، لأن الجهة الشمالية كانت باتجاه بيت المقدس. كان الصحابة ومعهم وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون إلى بيت المقدس. فك الله أسره من الصهاينة المجرمين، آمين. وبينما هم جلوس دخل عليهم رجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة قوية، أسئلة تتعلق بالعقيدة، وتتعلق بالفقه، وتتعلق بالحياة، وتتعلق بالرسالة، أسئلة تدل على عقل هذا الرجل. لذلك لن أشرح الحديث اليوم، ولكن سأقرأه عليكم كما رواه الأئمة: الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي والإمام أحمد. كل هؤلاء الأئمة رواه بروايات مختلفة. وفي هذا الحديث أيضا إخواني وأخواتي شواهد.
من حديث أبو هريرة وغير أبو هريرة أيضا لهذا الحديث شواهد سنقرأها كذلك حتى نفقه الحديث من كل وجه. فالعلماء ما كانوا يفهمون الحديث حتى يروونه من كل طرقه، لأن هذا الصحابي يسمع شيئا وذاك يزيد شيئا، وزيادة الثقة لا تضر كما هو معلوم في مصطلح أهل الحديث. إذن على بركة الله نقرأ حديث ضمام بن ثعلبة برواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما هو ظاهر أمامكم في الشاشة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العلم، باب ما جاء في العلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل ما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك الله أو أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. قال الإمام البخاري: رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذه رواية الإمام البخاري، ويبدو أنها هي الوحيدة، فرواه من طريق واحد فقط. أما الإمام مسلم فرواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب السؤال عن أركان الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هشام بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم.
قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في رواية البخاري لم يذكر الحج، في رواية مسلم ذكر الحج. وهذا هو زيادة الرواة، يزيدون بعض المعلومات عن بعض، والبعض الآخر قد يغفل. وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبد الله بن هشام العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال أنس: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث. هذه رواية الإمام مسلم كما تشاهدون عليها زيادة الحج، وكذلك عليها زيادة أنه قال: لا أنقص على هذا ولا أزيد، أو لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. قال: باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. قال: حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم؟ فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل: يا محمد إني سائلك. وساق الحديث. قال حدثنا، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس قال: بعث بنو سعد بن مكر دماء بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله، ثم دخل المسجد فذكر نحوه. قال: فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: يا ابن عبد المطلب، وساق الحديث. وهنا تلاحظون أن الإمام أبو داود رحمه الله ذكر روايتين: رواية تقول بأن ضمام بن ثعلبة أدخل الجمل داخل المسجد، ورواية أخرى تقول أنه أناخ الجمل على باب المسجد. فكلا الروايتان مذكورتان في كتب السنن. حكم الحديث. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: حسن. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: حسن، يعني الروايتان بسند حسن. أما رواية الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، انظروا ماذا يقول. قال: أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتمنى أن يبتدئ الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم.
قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر رمضان، أو أن علينا صوم شهر في السنة، لم يقل رمضان، أن علينا صوم شهر في السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن. ثم وثب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق الأعرابي دخل الجنة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: قال بعض أهل الحديث: فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع، جائز مثل السماع. واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية الإمام الترمذي، واستمعتم إلى الزيادات التي فيها. أما رواية الإمام النسائي وله عدة روايات، قال في كتاب الصلاة: باب كم فرضت في اليوم والليلة. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا نوح ابن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلوات؟ قال: افترض الله على عباده صلوات 5. قال: يا رسول الله، هل قبلهن أو بعدهن شيئا؟ قال: افترض الله على عباده صلوات 5. فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق لا يدخلن الجنة. وهذه رواية أنهم ذكروا جزء من الحديث ولم يذكروا الحديث بطوله. هذه رواية الإمام النسائي. كذلك الإمام النسائي رواية أخرى في كتاب الصيام باب وجوب الصيام. قال: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب فيها الجبال؟ قال: الله. قال: فمن جعل فيها المنافع؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في كل يوم وليلة؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة؟ هنا صرح بلفظ شهر رمضان. رواية الإمام الترمذي ورواية المسلم لم يصرح في رمضان، والله أعلم. قال: في كل سنة؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق.
قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال هو الذي بعثك بالحق لا أزيدن لا أزيدن عليهن شيئا ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق. هذه كانت الرواية الثانية من روايات الإمام النسائي. الرواية الثالثة للنسائي رحمه الله تعالى ورقمها 2092 قال أخبرنا عيسى بن حماد قال الليث عن سعيد عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بين نحن جلوس في المسجد جاء رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. وهذه رواية أنه أدخل الجمل في داخل المسجد فقال لهم أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. قلنا له هذا الرجل الأبيض المتكئ صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل إني سائلك يا محمد فمشدد عليك في المسألة. قال سل عما بدا لك. قال أنشدك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ يعني هنا قدم الصيام على الصلاة. قال الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن نصوم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل إني آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر خالفه يعقوب ابن إبراهيم. رواية يعقوب بن إبراهيم هذه كما ترون رواية عيسى بن حماد من طرف الليث بن سعد عن شريك بن النمر أنه سمع لم يذكر فيها الصلوات الخمس. هذه الرواية لم يذكر فيها الصلوات الخمس. قال الإمام الألباني رحمه الله لهذه الرواية صحيح. وهذه الرواية أيضا الألباني رحمه الله تعالى صححها. ننتقل إلى الرواية الأخيرة من روايات الإمام النسائي رحمه الله تعالى. قال كتاب الصيام باب وجوب الصيام. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم من كتابه قال حدثنا عمي قال حدثنا الليث قال حدثنا عجلان وغيره من إخواننا عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد وهو متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا له هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. قال الرجل يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال سل عما بدا لك. قال أنشدك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله لا قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. وهنا أيضا نلاحظ أن مشدد مثلا أنشدك بربك الذي أرسلك. كذلك هنا لم يذكر الصلوات دخل مباشرة في الصيام.
قال فأنشدك الله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل إني آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. قال النسائي خالفه عبيد الله بن عمر. هذه كانت آخر رواية الإمام النسائي رحمه الله تعالى. ننتقل إلى رواية ابن ماجه رحمه الله. قال الإمام ابن ماجه في كتاب إقام الصلاة والسنة فيها، قال باب فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها. فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك، كلهم يرونه من طريق عيسى بن حماد المصري. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول بينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم؟ فقالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال له الرجل يا محمد إني سائلك فمشد ومشدد عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك. فقال سل ما بدا لك. قال له الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ هنا ابن ماجه ذكر رواية الصلوات. قال فأنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، لم ينص على شهر رمضان. قال فأنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذه كانت رواية ابن ماجه رحمه الله وما أحلاها. أما رواية الإمام سعيد الدارمي في مسنده رحمه الله تعالى قال كتاب الطهارة باب فرض الوضوء والصلاة. قال أخبرنا علي بن عبد الحميد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما نهينا أن نبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبنا أن يقدم البدوي والأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينا نحن كذلك إذ جاء أعرابي فجثى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن. قال: ثم وثب الأعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق الأعرابي دخل الجنة. هذه رواية الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. وأما رواية الإمام أحمد في مسنده، في مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: نعم. صدق. قال: صدق. رواية قال: صدق. نعم، هذا زيادة من عندي. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: فزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق دخل الجنة. حديث عظيم، احنا مستمتعين من خلال قراءة الروايات جميعها، وكما تلاحظون كيف حفظ الله عز وجل هذا الدين. هذه كانت رواية الإمام أحمد في مسنده، إحدى الروايات. الرواية الثانية يعني لا تختلف عن الرواية الأخرى كثيرا، ولكن ربما ذكرها الإمام أحمد برواية أخرى. قال: حدثنا بهز، وقال حدثنا قال حدثنا بهز وحدثنا عفان كلاهما. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال عفان حدثنا ثابت قال أنس: كنا رضي الله تعالى عنه وارضاه كنا قد نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يشير إلى هذه الآية في سورة المائدة. قال: وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل فقال: يا محمد، أتانا رسولك وزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونسب الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان؟ هنا صرح بشهر رمضان، رواية التي قبلها لم يذكر شهر رمضان.
وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال عفان: قال صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. انظروا إلى دقة الأئمة. قال عفان: صدق. ويبدو أنه بهز لم يقل هذه الرواية صدق، فيذكر قال عفان قال صدق، كأنها سقطت من رواية بهز. وهذه دقة الأئمة رحمهم الله في روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهيأ الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأئمة الكبار كإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وجمعنا به في الفردوس الأعلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما حفظ الله هذا الدين أيضا أن الله سخر الحاسب الآلي ووسائل التقنية اليوم التي ضبطت لنا هذه الأحاديث أيضا، وراجعها الأئمة الكبار، فسهل على الناس. أنا الآن أقرأ عليكم من هذه الكتب، يعني حوالي 9 كتب كلها يعني موجودة في تطبيق واحد فقط. جزا الله الشيخ صالح الراجحي الذي شيخ عبد العزيز بن صالح الراجحي الذي قام بهذا التطبيق، تطبيق اسمه الكتب ال9. حوى لنا هذه الروايات مضبوطة والحقيقة أيضا يعني مكتوبة بمهارة جدا. يعني لما تقابل أنت هذه النسخ بنسخ أخرى تجد أن هذا العمل متقن، جزاهم الله خيرا ورضي عنهم، أراحون حقيقة. فأنا اليوم في جلسة واحدة ساعة قرأت لكم مجموعة من هذه الروايات. قال عفان: قال صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال عفان: ثم ولى، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أزداد ولا أنتقص منهن شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن صدق دخل الجنة. آخر رواية للإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو نختار لكم آخر رواية. قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا النوح بن قيس الحداني قال حدثنا خالد بن قيس عن قتادة عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بما افترض الله علي من الصلاة. فقال: افترض الله على عباده صلوات 5. قال: هل قبلهن أو بعدهن؟ قال: افترض الله على عباده صلوات 5، هكذا مضبوطة بهذه الطريقة. قالها 3. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد فيهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق. نسأل الله أن يكتب لنا الجنة بقراءتنا لهذه الأحاديث ونشرها، كما نسأله تعالى أن يتقبل منا صلواتنا وصيامنا وحجنا، وأن يدخلنا نحن وإياكم ومن يسمع الآن. اللهم يا ربي اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم يا ربي اكتب لنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم إنا نحب رسولك ونحب أنس بن مالك ونحب هؤلاء العلماء الذين كتبوا هذا العلم وبسطوه وحفظوه لنا. اللهم إنا نحبهم فيك، وإن رسولك ثبت عنه أنه قال: المرء مع من أحب. فاللهم لا تحرمنا فضلك واجمعنا بنبينا الكريم. الجنة لا يدخلها أحد بعمله، إنما هي برحمة منك وفضل، وإنا نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين، الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي